اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فانتزي تيبس بالعربي. رجعنا لكم مره تانية عشان نعرض لكم اللعيبه المتوقع تألقهم في الجوله ال 13. في حراسه المرمى بيتر تشيك حارس ارسنال. بعد ما ارسنال بدات تفوق من الغيبوبه اللي كانت فيها ورجعت بفوز يخليها تنافس على التوب 4، تشيك هيكون ضمن خيارات الجوله دي لانه بنسبه كبيره ممكن يعمل كلين شيت. اما في الدفاع عندنا كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد اللي بعد ما احرز هدف الجوله اللي فاتت ده هيخليه حاضر وبمعنويات عاليه للجوله دي، وبما انهم هيلعبوا فريق لسه صاعد وعلى ارضهم فسمولينج ممكن يتالق ويعمل اكتر من كلين شيت كمان. كايل وولكر، السيتي وصلت لقمه مستواها وده بيخليها مش بس بتكسب، دي كمان بتطلع كلين شيت في ماتشات صعبه وبتكون بره ارضها كمان. عشان كده لازم يبقى عندك مدافع من السيتي للماتش الجاي، وولكر من ضمن خياراتنا من السيتيزنز. تريبيير بعد تألق توتنهام في دوري الابطال وضمان صعودها اول مجموعه هتبص للدوري عشان تفضل في المنافسه بعد هزيمتها من ارسنال، بما انهم هيلعبوا وست بروميتش اللي خسر الجوله اللي فاتت على ارضه، فدي حاجه كويسه تبين ضعف هجومي منهم وتخلينا نختار لاعب زي تريبيير ممكن يعمل اكتر من كلين شيت الجوله دي. خلصنا من الدفاع، نيجي بقى لخط الوسط. عندنا في خط الوسط ريتشارلسون، بعد ما اصرنا عليه الجوله اللي فاتت الراجل عمل اللي عليه معانا وسجل، برضه هنصر عليه الجوله دي كمان وان شاء الله هيعملها ويرفع راسنا تاني. رياض محرز، بعد تغيير مركز محرز انه يلعب تحت المهاجم بقت فرصته في الصناعه والتسجيل اعلى، وبما انه هيلاعب دفاع وست هام فدي حاجه تخليك مش بس تحطه في التشكيله ده تكابتنه كمان وانت مطمن. اوزيل اللي عاد لشويه من مستواه شفناهم في ماتش السبيرز واللي بيقدر يصنع او يسجل في اي لحظه، فبنحطه في التشكيله للمره الاولى على امل انه ما يكسفناش. محمد صلاح، بما انهم هيلعبوا تشيلسي على ملعب الانفيلد صلاح مش هينسى انهم قعدوه دكه وقعروه وباعوه، فهيرجع ياخد بطاره منهم ويقتلهم في ملعبه. خلصنا من خط الوسط، نيجي بقى للهجوم. عندنا في خط الهجوم هاري كين، اكيد هيحاول يرجع ويسجل عشان يرجع للمنافسه على هداف الدوري، فخليه ضمن خيارات الكابتنه عندك لانه هيلعب في ارضه ضد فريق ضعيف نسبيا. لوكاكو اللي مع عوده بوجبا رجعت الروح الهجوميه لليونايتد مره اخرى وانعشته بالاهداف. بالبلدي كده لوكاكو مش هيسيب ماتش من اللي جايين مش هيسجل فيه على الاقل هدف، خليه معاك ضمن تشكيلتك. جابرييل خيسوس، بما انه ما لعبش كتير في دوري الابطال واحنا داخلين كمان على بوكسنج داي فيبقى من ضمن تشكيله جوارديولا للجوله دي، والراجل كمان بيعمل اللي عليه وبيبدع في كل ماتش على الاقل بيجيب جول، خليه معاك في تشكيلتك من ضمن خيارات الجوله دي.